هذول زين مظلومين واستنقوا بهم، لكن كانوا الابرياء مو الله لا يردك هدام، كان ابن صبحه يستنقي بالابرياء، طلعوا هذا عدموه لين اسمه حسين، طلعوا هذا عدموه لين اسمه عباس، طلعوا هذا عدموه لين اسمه كاظم، طلعوا مو حسين كامل وغير حسين كامل. تذكروه ورا الانتفاضه الشعبانيه ورا ال 91 ايش سووا؟ قاموا يطبون على الناس، انت تطلع انت تطلع انت تطلع، حطوهم بالثرامه وكلوهم للسباع مال عدي، حطوهم بالثرامه ذبوهم بالبحر، حطوهم وذبحوهم وحرقوهم، مقابر جماعيه، قتل وذبح. وللأسف لحد الآن ما قدرنا نلفظهم خارج المسيرة. رجال من أهل العراق في كربلاء يقول: في زمن الطاغية ذهبنا لزيارة الإمام الحسين عليه السلام. تعرفون في زمان هدام مولانا هذا الرجل الطاغية كانوا البعثيين يوقفون بالباب، إذا شافوا واحد يلطم في حرم الحسين الزور الحسين ساكت، وتخرج من الحسين ساكت، كلام ماكو، تجمع ماكو، لطم في الحسين ماكو، تلطم على الحسين. إذا واحد لطم على الحسين شو يسوون بيه مولانا؟ إذا طلع من الحرم يجون خلفه، من خلفه يجيبون صبغ لون زين، يخلون فد شطب، خط شطب أزرق أو أحمر على ثيابه هيك، ما يدري، يمشي مسافة هناك. اجوا البعثيين صفوا وياه مولاي، اخذوه ركبوه بالسياره، خلاص راح في المقابر الجماعيه. يخلون علامه في اكتافه في ظهره، يعني هذا معدوم. اذا خلوا خط احمر يعني معدوم، اعدام يعني، خلاص اخذوه. ما يدرون هم شلون يعدمون. مقابر جماعيه، حي ويدفنونه، يقطعون راسه كما فعلوا في الشوارع في زمان صدام زين، قطع الرؤوس، قطعوا الرؤوس بالشارع على الرصيف مولانا زين. كان يخلي، انا قلت لك هذه رايتها بعيني، الصوره رايتها بعيني هذه زين، صوره مخلين 5 شفرات، شفره 5 شفرات مخلين، جابوا الرجال الصوره مخلين الرجال على الشفرات، من أهل الجنوب، من أهل البصرة، هو شيعي، خلينا على الشفرات. اجت كابسة كبسة الرجل، عصرته مولانا هيك، قطعته قطع، هيك كان قتل، هيك كان نهب، هيك كان ظلم كان على شيعة أمير المؤمنين، ظلم كان على مفاتح الجنان، ممنوع كان مولانا، نهج البلاغة ممنوع كان، يمنع. هذا الرجل يقول دخلنا في حرم الإمام الحسين نزور، يقول بينما نحن نزور، كلامنا عن ماذا مولانا؟ كلامنا على الذين دماؤهم تخلدهم، خلود الذكر زين، هؤلاء ومن جملتهم الشهداء. قاعد نتكلم عن من؟ عن الشهيد. يقول نحن نزور، وإذا دخل البعثيون علينا، البعث حزب البعث دخل، يقول لما دخل جمع خذال شباب، حبيبي اسمعني بارك الله فيك، صلوا على محمد وآل محمد. يقول دخلوا أخذوا الشباب، وأخذوا فقط الرجال مو نساء، بس رجال. يقول أخذوني أنا من جملتهم. يقول دخلونا في سيارات، شدوا الأعين، كبلوا الأيدي، وجابونا في سيارات. السيارة تمشي من نشوف لا نرى شيء، السيارة تمشي هكذا. يقول وصلنا إلى مكان السيارة تصعد وتنزل كأن مو تبليط، مو زفت يعني، مو تبليط. وصلنا إلى مكان كأنه خارج كربلاء. يقول أنزلونا، فتحوا عيوننا، وإذا شفنا نحن في صف واحد وقوف، ومن حولنا الجنود مسلحين كأنهم ينتظروا أحد، والسيارات موجودة. يقول بينما نحن وقوف، وإذ نزل رجل. من كان هذا الرجل؟ طبعا أنا تعذروني ما أقدر أجيب اسم هذا على المنبر، لأنه أستنكف أن أجيب اسم هذا الخبيث، هذا أخبث من ذاك زي مولانا. نزل ذاك الرجل اللي خلى الدبابة أمام ضريح الحسين، يقول له أنت حسين وأنا حسين، أنا أضربك وأنت تعرف، أنا أضربك وأنت تضربني، بالله أنا أضربك يا حسين، أنت تقدر تضربني مولانا؟ ها؟ فخلى الدبابة وضرب قبة الإمام الحسين، وقصف قبة الإمام الحسين. هذا الرجل تعرفونه كاملا زين، ظالم أخس من ذاك، أشد من ذاك. يقول نزل، احنا خفنا، قلنا هذا نزل أكيد كلنا أموات، المسدس موجود عنده. يقول نزل، قال هذا منين جبتوهم؟ يقول قالوا له جبناه من الحسين، هذول يبكون على الحسين. ها نعم. يقول نحن وقوف، وإذا أكو شاب عمره بالعشرين، 20 21 أنزل أكثر أقل. يقول صاح له، قال له تعال. اجى الشاب، شباب وحلو، لابس دشداشة مثل هذه، ووقف مولانا. موت، هذا موت، هذا يقتل، هذا حجاج ثاني. قال له تحب تموت؟ قال له لا ما أحب أموت، علي من أحب أموت، ما أحب أموت.
قال له تحب تنام بحضن أمك الليلة، أخليك تنام بحضن أمك، تنام بالبيت هني مرتاح، بس بشرط. قال له شنو الشرط؟ قال له الآن أمام هؤلاء الشيعة تلعن الحسين، العن الحسين وأنا أتركك تروح للبيت، أنت بعدك شباب لا تضيع شبابك. شنو الموقف مولانا؟ شنو الموقف؟ وين الشيعي الولائي؟ يا ليتنا كنا معكم. وينها مولانا؟ بس لقلقة لسان له عمل. إذا يرى الموت يبقى مع الحسين أو يفر من الحسين. هذا موت، موت. ماذا صنع الشاب؟ يقول كنا ننتظر أنه يلعن الحسين وخلص، من باب هسه لا دين لمن لا تقية له، من باب كذا نحملها 70,000 محمل. ماذا صنع الشاب؟ يقول وقف أمام هذا الطاغية، وإذا 3 مرات أمامنا خارج كربلاء، أمام الأعداء، أمام هذا العدو، 3 مرات صاح لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذا الولاء، هذا الولاء. إن أردت أن تختبر شيعة الحسين فهذه شيعة الحسين، إن أردت أن تختبر مناقب الحسين فهذه مناقب الحسين. نحن نفدي مناحرنا للحسين، مو أولاد ولا أموال ولا زوجات ولا بيوت، المناحر فداء للحسين. وأقولها بضرس قاطع. قال له ها ولك تمدح الحسين قدامي أنت؟ قال له ارجع. ظالم هذا يدري بي. يقول رجع وإذا قدام أعيننا. يقول استخرج المسدس، طلع المسدس فضرب طلقة من الخلف في رأسه، سقط الشاب يخور بدمه أمام أعيننا، ظل يرفس الأرض بدمائه إلى أن قدام عيوننا مات. يقول أخذنا الرعب الخوف. يقول عاين هيك شاف له شباب ثاني في مقربة من سني هذا الشاب، قال له أنت تعال. اجى قال له تحب تموت؟ قال له لا ما أحب أموت. قال له أتحب أن ألحقك بصاحبك؟ قال له لا ما أحب أموت. قال له إذا ما تحب تموت العن الحسين، العن الحسين وسأطلق سراح الجميع أرجعهم. هذا الرجال يقص القضية، يقول والله والذي نفس الحسين بيده وحق هو رأس الحسين، يقول وإذ وقف هذا الشاب ونفس الموقف. تعرفون إخواني، أنت تعرف إذا 2 إعداميين، شوف 2 هذا يريد يشنقونه وهذا يريد يشنقونه، وحبل واحد، حبل واحد و2 إعداميين، يعدمون الأول ثم يعدمون الثاني، ياهو أشد خوفا الأول لو الثاني؟ الثاني أشد خوف. ليش؟ لأن الأول شنقوه وهذا شاف شلون يشنق وشلون يموت وشلون يرفس وشلون كذا. هذا يموت مرتين، ما يموت مرة، يموت مرتين. فهذا الثاني مولانا شاف تو صديقه شلون مات ويعرف 100% أنه سيموت. إذا قال لبيك يا حسين يقول لا، لم يبالي من الموت. وقف أمام عين اللعين وأمام وجه هذا اللعين، وقف هذا الشاب وصاح بأعلى صوته لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. قال له ارجع، تمدح الحسين قدامي ولك، ارجع. يقول رجع، بعد يدري بس يلتفت إلى الخلف يضربوه طلقة يموت. رجع وإذا ضرب طلقة في رأسه قتله، مات. يقول جروهم سحب ودوهم أبعدوهم من المكان، قال البقية اطلقوا سراحهم عفوهم. يقول أطلقوا سراحنا. وين المغزى؟ المغزى يقول أنا رجعت إلى البيت لكن أرتجف هكذا ميت من الرعب والخوف. يقول وصلت إلى البيت اغتسلت ونمت. هذا الرجل يقول نمت وإذا في عالم الرؤيا رأيت نفس الموقف. سبحان الله، نفس الموقف. خلونا في الصحراء ونزل هذا اللعين وقتل الشاب الأول وقتل شاب بالثاني، لكن تركونا في المنام ذهبوا. يقول بينما نحن وقوف في عالم الرؤيا وإذ جاء رجل له نور يشع إلى عنان السماء ومن يمينه رجل ذو هيبة وجلاله وله نور ومن خلفهم كثير من الناس حتى وصلوا إلينا، وصلوا عندنا. يقول أنا تعجبت، سألت الذي بجنبي قلت له من هذا؟ هذا في عالم الرؤيا، من هذا؟ قال له أما تعرفه؟ قال له لا. قال له هذا الحسين.
روحي فداك يا حسين. ايش قد اسم الحسين مريح والله. هذا الحسين. قال له هذا الحسين. قال له والذي على يمينه؟ قال له هذا حامل لوائه، هذا أخوه العباس، هذا باب الحوائج، هذا صاحب هذه الليلة أبو الفضل العباس. يقول سمعت الحسين بأذني. التفت الحسين إلى أخيه العباس قال أخي يا عباس ادفن الأول مع أصحابي مع شهداء كربلاء، ادفن الأول مع شهداء كربلاء. يقول ثم التفت قال وادفن الثاني في ضريحي معي عند علي الأكبر. الله. أنا أدري قلبك رقيق للحسين، قلبك رقيق للحسين والله. الدمعة الواحدة لأبو فاضل، الدمعة الواحدة للحسين والله تنير لك قبرك وتقضي لك حاجتك. نور ورحمة أن يخشع قلب الإنسان على الحسين. يقول فسألت الحسين قلت له مولاي يا أبا عبد الله سيدي لا اعتراض على أمرك، لكن لماذا الأول مع أصحابك والثاني معك؟ قال لأن الثاني أشد شجاعة من الأول. الثاني يدفن معي عند أولادي. تعرفون من دفن مع الحسين؟ ترى أولاد الحسين عبد الله الرضيع مدفون وعلي الأكبر مدفون. الشهداء أحياء لم يموتوا، الشهداء باقون. لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.